السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلوا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلوا من التطبيقات في القناة عندي، اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بليس مي لايف فيديو شات. التطبيق ده مساحته 45 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتواصل الاجتماعي. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتواصل او تقدر ان انت تتعرف على اشخاص جديدة. تقدر تتعرف على اشخاص جديدة، تتكلم معاهم، تعمل معاهم مقابلات لو قريبين منك، تتكلم معاهم شات، مكالمات صوتية ومكالمات فيديو. ده الغرض من التطبيق او دي فايدة التطبيق، علشان تتعرف على ناس جديدة وتتعرف على فتيات جديدة. ده مهمة او فايدة التطبيق. التطبيق ده من ضمن بقى تطبيقات اللايفات، اللي هو بيكون الغرض منها ان انت تخش علشان تدفع فلوس علشان تتعرف على بنات جديدة. التطبيق ده اول حاجه من الناحيه الدينيه هو حاجه حرام، حاجه ما ترضيش ربنا، لان هو بيستغل التطبيق ده حاجه الشباب، ان هم عايزين يتكلموا، عايزين يتعرفوا، عايزين يبقى ليهم علاقات، عايزين حاجات كتيره. فالتطبيق يقول له تعرف على بنات قريبه من قريبين منك في السكن يعني او في نفس البلد. اتعرف عليهم، اتكلم معاهم، تحدد معاهم مقابلات وتقابلوا وخروجوا مع بعض وهكذا. طبعا بيكون الغرض من التطبيق ان هو ياخد منك فلوس علشان يقدر ان هو يخليك تتكلم مع بنات كتير او تتعرف على بنات كتير. كل ما طبعا الفلوس او الاشتراك بتاعك بيخلص بيطلب منك تجديد الاشتراك علشان تقدر ان انت تكمل المكالمه. ممكن مثلا يخليك تتكلم مكالمه مثلا نص ساعه او ساعه مع واحده، بعد كده تلاقي التطبيق راح قفل. بعد كده يقول لك لو عايز تكمل المكالمه اشحن او ادفع فلوس يعني علشان تقدر تكمل المكالمه وتتكلم مع بنات جديده او كتير. ده من ضمن التطبيقات اللي انا ما بشجعش حد ان هو يستخدمها او يحملها. بس كده يعتبر نفس شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.